30 من يونيو. هذه المحاكمة نهى لعلك تعلمين أن الجلسة السادسة الماضية كان قضى فيها المستشار محمود كامل الرشيدي بتشكيل 3 لجان فنية. اللجنة الأولى خماسية وهي تختص بدراسة ملفات أراضي شرم الشيخ، القضية الخاصة بالفساد المالي، أراضي شرم الشيخ التي تم تخصيصها للمتهم الهارب حسين سالم، ومتابعة ما إذا كانت هذه الأراضي قد تم تخصيصها وبيعت بالسعر السوقي حينما تم تخصيصها لهذا المتهم اللي هو حسين سالم. وأيضا تم تشكيل لجنة خماسية أخرى بخصوص عقود تصدير الغاز، وهذه اللجنة تتشكل من أساتذة من جامعة قناة السويس وأيضا من الجهات الحكومية ووزارة البترول للتأكد من أن عقود تصدير الغاز كانت مخالفة أو غير مخالفة لما هو معمول عليه من أسعار لبيع الغاز في هذا الوقت. اللجنة الثالثة تختص وهي لجنة ثلاثية تختص بمعاينة وفحص حالات أو الأحراز التي تم ضبطها، وهي تخص الأسلحة والذخائر التي كانت تجهز بها مؤسسة أو جهاز الشرطة، والتي قيل أن الشرطة استخدمتها لفض المتظاهرين في 25 من يناير. هذه اللجنة ستتشكل أيضا من ضباط وخبراء من القوات المسلحة للتعرف على نوعية هذه الذخائر، وهل هي من نوعية الذخائر التي تستخدمها الشرطة بالفعل أم أنها جلبت من الخارج لاستخدامها في قنص المتظاهرين وعمليات توحي بأن الشرطة هي التي أقدمت على فض عمليات التظاهر، حيث أنه حتى الآن لم يثبت أن الشرطة كانت ضليعة في هذا الأمر، ولكن ثبت ببعض الأحراز أن هناك أسلحة لم تكن تستخدمها الشرطة وذخائر لم تكن تستخدمها الشرطة آنذاك. هذا هو كل ما يجري الآن، ولكن أود أن أشير إلى أنه لم يحضر حتى الآن المتهمين من محبسهم، ويبدو أن هناك إجراءات أمنية مكثفة داخل وخارج أكاديمية الشرطة، وهي الإجراءات التي اعتدنا عليها لاستقبال هذه المحاكمات. نعم نهى. نعم، شكرا لك أحمد وجيه على هذه التفاصيل، وسنتابع معك لحظة بلحظة أجواء المحاكمة. شكرا لك أحمد وجيه مرة أخرى في صباح الخير يا مصر.